في يوما من الأيام تعلمت القرآن وأجيده كده بالإنجليزية والفرنسية وغيرهما من لغات كل الأجانب. نعم. هل أنت إخوان السلام عليكم، معكم شايب. أحمد واحد الشاب من مصر وهو مصاب بمرض التوحد، لكن بالرغم من أن أحمد عنده التوحد إلا أن الله سبحانه وتعالى عطى أحمد واحد الدماغ اللي هو ماشي عادي، بحيث أنه الطاقة الاستيعابية ديال الدماغ ديال أحمد كبيرة بزاف. يعني أنه أحمد أي معلومة شافها ولا قراها كيخزنها في الدماغ ديالو وما كينساهاش أبدا. وتخيلوا معايا أن أحمد كيحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب كامل بالتفسير ديالو بجميع شروط ومبادئ واحكام ديال التجويد والتفسير كامله. ونزيدكم احمد كيحفظ هذا الشيء كامل، يعني حافظ القرآن الكريم باكثر من لغه واحده. ونزيدكم احمد كذلك يكفي انهم كيقولوا له الرقم ديال الصفحه في القرآن الكريم والرقم ديال الايه، وكيقول لهم شنو هي الايه كيعرضها عليهم، وكيقول لهم شنو هي السوره وكيعطيهم حتى التعريف ديالها. المهم نشوفوا باقي التفاصيل في الفيديو، وانما ما تنساوش انكم تدعموا القناه بالاشتراك والاعجاب والبارطاج. نبقاو مع الفيديو. أهلا وسهلا أحمد، صباحك سعيد. أحمد، كبداية منذ متى وأنت تحفظ القرآن الكريم؟ أنا أحفظ القرآن الكريم كاملا. ولدت في منطقة المدينة السعودية 25/12/91، فحفظت القرآن الكريم وعندي 24 سنة وأنا كبير. فحفظت. نعم. فإن القرآن الكريم أنزله على رسوله الكريم، أنزله على رسول الرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ليخرجنا من ظلمات الجهل والشرك إلى رب نور العالمين، العلم والمعرفة واليقين. نعم. أحمد أنت عندك يعني قدرات خارقة، وعندك قدرة حفظ عندي قدرة كبيرة خاصة جدا. كبيرة نعم. جدا. نعم، نتابع التفاصيل ونقوم ببعض الاختبارات أمام المشاهدين والناس اللي تتابعك حاليا. عندك ما لا نملكه نحن. أمي تتفرج علي. نوجه تحية كبيرة جدا لأم أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو طبعا القرآن الكريم مثل ما شفنا في التقرير، أن أحمد عنده القدرة حفظ القرآن بكل آياته وأحزابه وصفحاته أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد تفضل. عمر من العراق. نعم. ورايا من الأردن. نعم. بس نلبس النظارات. تلبس النظار أخي. نعم. تجيب لي أنت جبت لي القرآن. نعم. أنا جبت لك القرآن وحاسألك أحمد صفحة 282 آية رقم 4. آية رقم 4 من صفحة 282. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقرأ وفريت ورش كبيرة. طيب. الجزء 15. سورة الإسراء مكية، نزلت بمكة، ترتيبها 17. نعم. الحزب 29، آياتها 11 آية. نعم. أحمد طبعا مشاهدينا الكرام، هذه هي الصفحة اللي ذكرتها طبعا بشكل عشوائي. نعم. رقم الآية هي كان 4 فعلا، وجميع التفاصيل اللي ذكرها. نعم. من الصفحة شيل ايد من الصفحة. الآية الرابعة. نعم. من آيات سورة الإسراء المكية التي نزلت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. طيب أحمد، هذه طبعا أيضا بشكل عشوائي مشاهدينا الكرام نختار الصفحات. 219 صفحة 219 آية رقم 91. 219 آية رقم 91 صفحة 219. آية رقم 91 صفحة سورة كم؟ 219 سورة يونس. آية 91 سورة يونس.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآية 91 سورة يونس الصفحة اليمنى 219. سورة يونس مكية، نزلت بمكة المكرمة بالسعودية، وآيتها 109. الجزء 11 الحزب 3/4 الحزب 22. نعم. من ايدي من على رقم الصفحة. طيب هي فعلا الجهة اليمين اللي هي 219 يمينا. نعم. آية رقم 91. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقرأ أبو جعفر من المفسدين. نعم. ننتقل إلى نوع صدق الله آخر العظيم. من الاختبارات والأسئلة. لكن أولا نعم. سؤال، هل أنت تجيد القرآن في اللغات عدة صحيح. منها الإنجليزية والفرنسية؟ كيف تعلمت هذه اللغات؟ هل أنت تجيد هذه اللغات تعلمت بالأصل؟ هذه اللغات في يوما من الأيام. تعلمت القرآن وأجيده كده بالإنجليزية والفرنسية وغيرهما من لغات كل الأجانب. نعم. نعم. هل أنت تجيد هذه اللغات بالأصل؟ نعم بالأصل. نعم. نعم أصلا. فقد كان القرآن سببا للخير والنماء والعمل. نعم. طيب ممكن نسمع في الإنجليش القرآن الكريم بالإنجليزي؟ آية، تختار لنا آية يعني من القرآن الكريم. الفاتحة مثلا. طب الإخلاص. الإخلاص. In the ماشي. name of Allah, most gracious, most merciful. Say, He is spiritual, Allah is spiritual one. Allah is spiritual, coordinate. Non spiritual, and non spiritual, and non spiritual, our common. يعني ما شاء الله حقيقة فعلا ما يملكه هذا الشاب. يمكن نتمنى أنه نملكه. على العموم ننتقل إلى اختبار آخر. نسألك على رؤساء الدول. رؤساء الدول. رئيس دولة، خلينا نشوف. رئيس اليمن عبد رب منصور هادي. نعم. رئيس فرنسا عبد أوكي. رب منصور هادي. رئيسنا عبد الفتاح السيسي. نعم. طيب إسبانيا. رئيس إسبانيا. طب نعم. رئيس طيب قول. رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة. نعم. نعم قول. الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود. نعم. أمير مكة السعودي خالد الفيصل. أمير المدينة النبوية على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم الأمير سمو الأمير فيصل بن سلمان. رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد. نعم. ما شاء الله. ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. طيب ما شاء الله. أحمد، يعني أنت عندك رئيس أمريكا ترامب. أي ترامب حاليا. هذا صحيح، رغم أنه يعني ترامب لسه قريبا اجى للولايات المتحدة. رئيس روسيا فلاديمير بوتين. طيب. رئيس الشيشان رمضان نعم. قاديروف. نعم. ما هي أحلامك أحمد؟ بماذا تحلم؟ أحلم ليلا من الليالي أحلم أحلاما سعيدا ونوما هادئا كل نفسك ليلة. في إيه في حياتك؟ نفسك في إيه؟ في حياتي. نعم. نفسك في إيه؟ تتمنى إيه أحمد؟ أتمنى أن تكون لي أحلاما سعيدة ونوما هادئا. آمين يا رب العالمين. وعملا كل نهار. إن شاء الله ربنا يوفقك في هذه أمنياتك. لو نتحدث عن القرآن الكريم حفظته في الشكل ده، ورؤساء الدول حافظهم بالشكل ده، وإمكانيات أخرى، كيف قدرت أنه تحفظ كل هذه الأمور مرة واحدة؟ كم من الوقت، يعني كم أخذت وقت عشان تعرف تحفظ كل هذه الأمور؟ 24 ساعة
24 ساعة قرآن كريم نعم. بالكاملة كاملا، من أول سورة الفاتحة، من أول فاتحة الكتاب إلى قل أعوذ برب الناس. نعم نعم. الشاب الرائع، شكرا لوجودك معنا، شرفتنا اليوم في الاستوديو. الشاب المصري أحمد مسلم، كل الشكر لك.